السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. كنت عايز اتكلم في كلمتين كده، ايه، في موضوعين كده شفتهم مضايقوني امبارح بالليل، بس قلت اما احكي معاكم فيهم بخصوص الاهلي يعني. اول حاجه بخصوص الكابتن محمد مجدي قفشه يعني. قفشه طلع او اخوه يعني بمعنى اصح، عمل تغريده كده او بوست عمله على الاكونت بتاعه على الفيسبوك. بيقول لك فيه ايه؟ علي معلول وديانج عندهم رصيد. جمهور مش عارف قال ايه كده، جمهور مريض او حاجه كده يعني. بص يا حبيب قلبي، ده الكلام ده كابتن طه مجدي يعني اخو مجدي قفشه. بص يا حبيب قلبي، الجمهور اللي طلع اخوك فوق ده وخلاه هو صاحب القضيه وهو نجم الاهلي وهو مش عارف ايه، في لحظه واحده لو جمهور الاهلي قلب عليه قسما بالله لا يرجع تحت تاني زي ما كان. القصه مش فرد عضلات ومش تهديد ولا الكلام ده، لا. الكلام كله في جمهور الاهلي على لاعب، وهو نفسه اللي يقدر ينزل اللاعب ده تحت سبع ارض تاني. فيا ريت ابعد عن جمهور الاهلي، ما تحاولش تستفز جمهور الاهلي. واخوك مستواه زي الزفت، وهنفضل نقول عليه كده لحد ما يتعدل. وبص يا كابتن مجدي قفشه، الشغل بتاع، عارف الشغل بتاع رونالدو ده اللي هو كان سايب اخته يعني، واخد الاكونت بتاع اخته عشان يكتب كلام عن ميسي ويستفز وكده. الكلام ده ما ينفعش مع الاهلي، تمام؟ فحاول تشوف لك حاجه تانية وبلاش شغل تلقيح النسوان. ماشي؟ شغل تلقيح النسوان ده ما ينفعش مع جمهور الاهلي. تاني حاجه عايز اتكلم عليها هو محمد شريف. محمد شريف طبعا احنا ادينا له من ملقي خيار، تمام؟ وخد اللي فيه النصيب والدنيا زي الفل معاه، ولسه قفشه اهو مدينه زي الفل واتكلمنا عليه. بس صفحه النادي الاهلي ما ينفعش تتعامل بمنطق الجمهور. خلينا صراحه. ان اداره النادي الاهلي والهيئه الاعلاميه او الاداره الاعلاميه للنادي الاهلي الرسميه ما ينفعش تتعامل مع لعيبه بمنطق الجمهور. الجمهور يعمل اللي هو عايزه، احنا نعمل اللي احنا عايزينه كجمهور. نتكلم على اللاعب ده، ننتقد اللاعب ده، نهاجم اللاعب ده براحتنا، احنا في الاول والاخر جمهور، ملناش قرار، تمام؟ انما ما تجيش انت كاداره او كهيئه اعلاميه او كمؤسسه اعلاميه في النادي الاهلي رسميه انك تنزل بوست امبارح دعم للعيبه كلها وما تحطش صوره قفشه وشريف. طب حطيت صوره واسمه ايه ده ليه؟ حطيت تاو وديانج والشناوي ليه؟ ما الاثنين معلش هنتكلم بالحق بقى، الثلاثه دول ضيعونا اكتر من قفشه وشريف. حتى قفشه ما لعبش الماتش الاخير، انما الشناوي كان سبب في الجون الثاني. الشناوي ما كانش فايق خالص طول الماتش امبارح، وكان عمال يقفش عصافير والدنيا بايظه معاه خالص. ديانج كتر خير قوي، نزل اول لمسه ليه باسيست للمهاجم بتاع الفريق الثاني بتاع فلامينجو. مين تاني؟ احنا قلنا تاو الرعشه كلها والمخوله كلها. تمام. علي معلول مضيع لك ضربه جزاء ومتسبب في ضربه جزاء. ما شلتش علي معلول ليه؟ طالما هنتكلم باللعيبه اللي اخطات واللي الناس مش راضيه عنها، ببلاش كاداره للنادي الاهلي انك تتعامل مع اللعيبه بمنطق الجمهور. انت ده لعيب عندك لازم تدعمه، مالكش دعوه بالجمهور، لازم تدعمه ولازم تقف جنبه. انت عندك لسه نص موسم كامل، لسه عندك افريقيا لسه ما بداتهاش، لسه عندك نص دوري، لسه عندك كاس مصر قديم وجديد، لسه عندك حاجات كتير قوي. ما ينفعش تيجي على اللعيب بتاعك وتعمل معاه كده. يا ريت لو انا مش عارف ايه اللي يحصل، بس لازم الاداره تقف جنب اللعيبه دي. مالكش دعوه، زي ما قلت مالكش دعوه بالجمهور خالص، مالكش دعوه بالليله دي، ابعد انت على الجمهور خالص. الحلو كان في اداره الكابتن حسن حمدي الله يرحم ايامه، ان هو كان بياخد قرار ملوش دعوه بالجمهور. عشان كده الجمهور ما كانش بيغضب على القرار بتاعت المجلس ده، لان هنا كان برضو كان في اخطاء، بس كان على الاقل 99% من قرارات المجلس بتاع الكابتن حسن حمدي كانت صح، عشان كده الجمهور ما كانش بيغضب عليه. انما عشان في قرارات خطأ كتير للمجلس ده الجمهور بيغضب، عشان كده دلوقتي بقى المجلس يعمل حساب للقرارات للغضب بتاع الجمهور، فبيحول قراراته غلط. انت ليك قرارات واثق انها صح ودارسها كويس، خدها ومالكش دعوه بالجمهور. واثق في اللعيبه اللي عندك وعارف ان مستواهم صح وكويس، مالكش دعوه بالجمهور، ما تتاثرش بالجمهور. ده كلمتين كنت حابب اوصلهم يعني اذا حد شافهم. ويا ريت وانت لو بتتفرج دلوقتي اعمل لايك كده يا عم، اشتغل كده معايا لايك وشير الفيديو لو انت على الفيسبوك، ولايك وسبسكرايب للقناه لو انت على اليوتيوب، وخلينا نشتغل مع بعض كده. صباح الفل، السلام عليكم.